السلام عليكم ومرحبا بكم. فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى يا ربي تكونوا في احسن صحه وفي احسن الاحوال. وكيف ما شفتوا اليوم بدايه الحلقه التاسعه من مسلسل شكون كان يقول. كيف ما شفتوا في اخر حلقه كان هيثم، ناديه دخلات الفيلا ولقات هيثم وتصدم اللي شافها، قال لها خرجي لي يشوفك شي واحد. لكن الصدمه هي كتقول لي حتى انا راه من الناس ديال الفيلا، وحتى انا راه بنت الفيلا. غادي يدخلوا في متاهات وصراعات ديال ان غتقول لي واقيلا انت اللي صفيتيها العامل، وهو غيقول لها يدك فيها الدم راه يمكن تيا، لان حتى هي قالت لي بان راه عندها مشاكل مع عامر، ولكن ما وضحاتش ليه العلاقه مزيان. المهم كما شفتوا معنا مروه قدرت انها تخرج من الحبس، ولكن يعني باقه تحت المراقبه، لانها باقه التهمه تابعاها. فقط ان المحامي ما شاء الله عليه قدر انه يخرجها بكفاله، ويخرجها يعني حتى تثبت الادانه ديالها. ايضا كما شفتوا معنا بديعه اللي علاقتها متوتره مع مراد، خصوصا ان بديعه مرت بازمه نفسيه اللي كان ضغط عليها عامر، وكان كيتعدى عليها وكيتكرفس عليها، واللي بسبب هذاك التعدي ولدات زينب ماشي بنت مراد باش تكونوا عارفين. هي في الاصل بنت عامر. وايضا الى لاحظتوا الكاميرات ديال المراقبه هذاك النهار كلهم غبروا. اللي غبر الكاميرات هو علال، يعني علال عنده ايد في الجريمه. وكل شيء يعني ماشي غير علال، غادي نقولوا كاع الشخصيات كلهم لحد الان التهمه عليهم، من عثمان، من ناديه، من هيثم، من اخت عامر، يعني كل شيء، من دريس ايضا غادي تواجه الزوجه ديالو، لان غادي تلقى الدم في القامجه ديالو، وغادي تقول لي هذه الدم ديال الاب ديالك، يعني انت اللي غسلتيه. في واحد اللقطه من هنا القدام غادي تشوفوها اكيد، لكنه غادي ينكر وغيقول لها لا، وما غاديش يشرح لها التفاصيل حتى هو كان حاضر في الجريمه، باقي مع التحقيقات. يعني الجريمه معقده، وكل نهار كتبان شخصيه، يعني كتمشي ليها الادله كيحقوا مع شخصيه، كتجي شخصيه اخرى، وغادا حتى غادي يعرفوا. ولكن اللي غادي يكون قتل عامر غيكون عنده يعني الشبهات كلها كتدور على بديعه وعلال، يعني بديعه وعلال، خصوصا كيف ما شفتوا فاش حوريه قالت ليه راه مروه خرجات من الحبس، ويتصدم، قال لها ما يمكنش. قالت لي وعلاش ما يمكنش؟ الحمد لله انا خرجت. قال لها لا غنبداو التحقيقات. لا، علال عنده اليد، وعارف علال شكون اللي قتل. بطبيعه الحال اللي قتل راه باين هي بديعه، ولكن بديعه هي اخر شبهه، يعني معمر الادله غتمشي لها. مي في النهايه بديعه ما غتبقاش تقدرش تصبر، وهي اللي غتعترف على راسها، خصوصا ان المتهم اللي غادي ياخد، يعني غادي اللي غتثبت الادانه ديالو غادي يبقى فيها. ما نحرقش لكم المراحل، ما نقراش لكم الاحداث، ولكن غنقول لكم، لكن هانتم عرفتوا شكون القاتل. مي باش غادي يوصلوا لهذاك القاتل، يعني راه كلهم الشخصيات ديال المسلسل، يعني الشرطي غادي يحقق مع كل شخصيه باش يجبد القاتل الحقيقي، وما غيزقل حتى شي شخصيه، لانهم كلهم متهمين. حاجه وحده ايضا غادي نعرفوها، انهم غادي يبغوا يفرقوا الورث. هنا غتكون صدمه كبيره لدريس والاخت ديالو، لان غادي يكون عامر كتب معظم الاملاك ديالو لمروه، وهذه غتكون صدمه كبيره، وغترجع مروه قويه من جديد، يعني حيت هي عندها الحق غير انها تاخذ الثلث فقط لا غير، ولكن الصدمه غتكون كبيره على كل شيء. ان دريس كتب الوصيه لمروه غتكون صدمه لكل شيء، خصوصا كتشوف في واحد اللقطات ان دريس كيغوت وكيقول لي علاش عامر، علاش عامر. هذيك اللقطه ديال انه ملي عرف ان الوصيه راها صالح مروه. ايضا غنشوفوا سناء، غادي تكون واحد العلاقه حب ما بين سناء
والمحامي. المحامي اللي غيتقرب منها وغتكون واحد العلاقه اللي غادي ينتج، غيكون فيها غتحمل فيها سناء. لكن للاسف المحامي ملي غادي يعرف هذه الحقيقه غيطلب من سناء انها تجهض، وهذه غتكون صدمه كبيره. ايضا غتكون علاقه حب ما بين هيثم وناديه، يعني غيتولد واحد الاعجاب وسط هذا الزخم ووسط هذه الكوارث، وهذا غادي تكون واحد علاقه حب ما بين هيثم وناديه بطبيعه الحال. ايضا غادي نشوفوا العلاقه ديال اسماء غادي تطور، وللاسف صوفيا صاحبه اسماء، لان ما كتحملهاش، خصوصا انها كانت كتشد لها كاع الخدمات ديالها، فغادي تبغي تنتقم منها وغتمشي عند، غتعرف العلاقه ديال اسماء ودريس، وغتمشي عند الزوجه ديال تصيفط صور لزوجة دريس وغتقول لها راه زوجك كيخونك مع اسماء. كنزه ما غتكونش من العاكزين وغادي تواجه الزوج ديالها، وغتواجه ايضا اسماء وغادي تدور فيها تقول لها يعني علاش ديري علاقه مع راجل متزوج، يعني وغتنعتها بابصع ابصع الصفات. المسلسل درامي بامتياز، اجتماعي، أسري، يعني كاع المشاكل اللي كتكون في المجتمع المغربي حاضرة في هذا المسلسل بقوة. كيبكي كيضحك بزاف، يعني المشاعر كتكون مخلطة، الأحداث غتكون قوية، الشخصيات أيضا حتى هما قويين. صراحة إبداع فني وحقق نسبة مشاهدات عالية. فتابعوا قناة فل وياسمين دائما باش نخلي لكم دائما جديد أحداث الحلقات القادمة لمسلسل شكون كان يقول. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك أكيد. في أمان الله. نسيت واحد الحاجه، بغيت غير نعرفكم بقناتي فل وياسمين اللي هي خاصه ببيع المجوهرات الفرنسيه وايضا العبايات والمخاوير الاماراتيه. فقط دخلوا على تيك توك فل وياسمين وغتلقاو تما المجوهرات اللي كنحط. وحتى اللي بغى يخدم معنا ويشتغل معنا في هذه الخدمه ديال الاستقطاب والام ال ام اللي كيدخلوا منها زبابه الفلوس، كتعتمد على التسويق الشبكي، فابور تواصلوا معايا غتلقاو